واحد اسمه عم سعيد، راجل بسيط من الصعيد، راح يشتغل في القاهرة، وبعد سنين تعب قرر يتجوز. راح لخطيبته وقال لها: أنا هسافر أسبوع وراجع نكتب الكتاب. وهو مسافر، أمه اتصلت بيه وقالت له: يا ولدي، إحنا خطبنا لك بنت عمك وكتبنا الكتاب وإنت غايب. قبل ما نكمل القصة، ما تنساش تصلي على النبي وتكتب الحمد لله في الكومنتات. قالها: ماشي ياما، اللي تشوفيه. رجع من السفر، راح لخطيبته القديمة، لقاها زعلت، بس أقنعها إنه لسه عايز يتجوزها. وفعلا اتجوزها كمان. بقى عنده مرتين كتب كتاب في أسبوعين. ولما اكتشفوا الحقيقة، الاتنين راحوا قابلوا بعض. الصدمة، بقوا أصحاب وقرروا يسيبوه يتصرف. قال عم سعيد: أنا مش عارف أنا متجوز ولا متورط. متنسوش اللايك والاشتراك يا حبايب قلبي.